تعالى اقول لكم ازاي بقى عملت مسقعه باللحمه المفرومه، خطيره كده ومفيده جدا، والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه قوي قوي، علشان البتنجان الاسود طبعا قيمته الغذائيه كبيره جدا جدا ومفيد جدا. فتعالوا بقى نعمل وصفه كده لذيذه وجميله وحلوه قوي قوي قوي. بجد هتحبوها جدا والاطفال هتحبها قوي قوي. اول حاجة هنغسل البتنجان كده ونقطعه كويس قوي و... وننزل بقى في زيت غزير كده ونقليه كويس جدا اهو. بصوا كده قليته. هنجيب بقى كده صينية على النار وهنحط فيها معلقتين كده سمنة او زيت، وهننزل بقى ب5 كده فصوص توم مفرومين كويس قوي وهنقلبهم كده. بجد يا جماعة الوصفة دي حلوة قوي قوي وممتعة وجميلة جدا جدا. هنقعد بقى نقلب في التوم كده لحد ما ياخد لون ذهبي كده شوية، وبعدين هننزل بقى عليه بالصلصة. هنضرب كده ربع كيلو من الطماطم. طبعا عشان انا عاملة كمية صغيرة مش عاملة كمية كبيرة قوي، يعني كمية البتنجان مش كتيرة قوي، فهي نسبة وتناسب يعني. فانا عاملة كمية الطماطم على قد كمية البتنجان اللي انا مقطعه. وهنا بقى نزلت على الثوم ببابريكا مدخنة. بجد يا جماعة البابريكا المدخنة دي تحفة 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 وحلوة قوي قوي، وبجد بتودي طعم الاكل في حتة تانية. وكمان لو عندك مثلا الطماطم مش حمرة قوي، بجد بتحطيها عليها حرفيا الطماطم بتبقى حمرة جدا، الصلصة بيبقى لونها احمر حلوة قوي قوي. كمان تخلي طعم الاكل كده بتوديه في حتة تانية بصراحة. بجد البابريكا المدخنة دي حلوة قوي قوي، كمان طعمها حلو. هننزل بقى اهو زي ما قلتلكوا بالطماطم اللي احنا عاملينها ومصفينها كويس قوي. هننزل بقى بيها على الثوم، وطبعا نحط بقى ملح وفلفل اسود، انا هحط بابريكا مدخنة تاني لان حسيت ان اللون برضو لسه مش ده اللون اللي انا عاوزاه، فحطيت تاني. وهي حلوة يعني مش بتعمل اي حاجة خالص. بالعكس دي بتدي الاكل كده طعم حلو قوي، بجد حلو. وهنحط كمان جوز الطيب، بس انا مصورتش معاكم جوز الطيب وانا بحطه، ولو عايزين كمان تحطوا قرفة حطوا. القرفة بجد انا بقيت معتمداها في كل الاكل، بجد حلوة قوي قوي وبتودي طعم الاكل برضو في حتة تانية، بجد ريحة وطعم خطير، سواء القرفة الباودر او القرفة اللي هي الخشب. حلو قوي. من هنا حطيت فلفل اسود وحطيت بهارات كده مشكلة يعني 7 بهارات. بتروحي للعطار تقولي له عايزة 7 بهارات او بهارات مشكلة، بيحطلك كده انواع كتير من البهارات يعني بتبقى مطحونة، بس بتبقى حلوة قوي، بتتحط على جميع الاكلات. والتوابل دي بجد بتظبط الاكل وبتوديه في حتة تانية خالص. طبعا لو كملتي لاخر الفيديو يعني وصلتي لحد هنا، انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملي لي كده لايك حلو. هنا بقى اهي اتسبكت، ما اتسبكتش سوري يعني سبتها كده 10 دقايق بالظبط، ونزلت بقى عليها كده. كان عندي حتة لحمة مفرومة في التلاجة فطلعتها بقى ونزلتها فيها. وممكن تستغنوا عنها يعني، دي خطوة اختيارية، يعني ممكن تحطوا لحمة مفرومة وممكن تعملوها كده. هي وصفة يعني اقتصادية وحلوة، بس انا لقيت عندي في الفريزر متاح يعني شوية كده من اللحمة المفرومة كانوا متبقيين عندي من اكل قبل كده، فقلت ليه لا يعني اطلعها برضو، بتديها طعم كده حلو قوي وبتعلي من التست بتاعها، فبتبقى حلوة اكتر يعني. ف فعادي يعني بصوا اللي عندكم حطوه. هنا بقى اهو ده كمية البتنجان والفلفل اللي احنا حمرناهم.
هننزل بقى بيهم، هي خلاص كده اتسبكت واللحمة استوت. بننزلها كده بتقعد بالظبط مثلا 10 دقايق. لا، هو 10 دقايق بالكتير قوي وتفصلوا عليها، لان احنا عندنا كل حاجة مستوية، بس احنا بنحطها كده عشان نسيبها اللي هي يعني تتجانس كده مع بعض البتنجان مع التسبيكة اللي هي الصلصة، واللحمة المفرومة تكون برضو استوت شوية. حطيناهم بقى هنا وفردتهم كده بشكل كويس وخلاص بقى قفلت عليهم. بصوا اصلا يعني وهي بتبكبك كده، انا بحب البكبكه دي قوي في اي اكل، بجد شكلها يفتح النفس وجميله قوي قوي. ولو اطفالك ما بيحبوش ان هما ياكلوا البتنجان الاسود كده، بجد اعملوا لهم في الوصفه دي حلوه قوي. هستناكم تجربوها واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.